السلام عليكم في مطبخ منال للطبخ والحلويات. إذا حبيتوا يوصلكم الوصفات ما عليكم إلا الاشتراك بالقناة. سلام، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. جيتكم بوصفة جديدة اللي هي معقودة أو كروكيت مقرمشة هايلة، جبنان بزاف. دسوا خبوا الوصفة لشهر رمضان، شهر التوبة والغفران على الأبواب. إن شاء الله نصوموا بالصحة والهنا. نبداو على بركة الله. كما راكم تشوفوا عندي صدر تاع الدجاج رحيتو، درتلو شويه ثوم، شويه ليزيبيس، شويه حشاوش. عندي بطاطاثين قطعتها وغليتها في الماء والملح كما راكم تشوفوا، كثرتها من الماء تاعها باه ما تشدليش الماء بزاف. راكم كما راكم تلاحظوا قبضت بطاطا هذيك المحيه المهروسه هكذا، فتحتها في الوسط، درت شويه ندير السردة هذيك اللي رحيتها، ندير شوية في الوسط كما كنت تشوفوا هكذا، ونفتح البطاطا في الوسط هكا ونغلق عليها هكذا، نغلق عليها مليح. ومن بعد نحكم البيض. كي نكملهم كاع نحكم البيض، نرمتها في البيض ونزيد نرمتها في الخبز يابس شابلير كما كنتم تشوفوا هكذا. راني كملت، حبيتش نطول عليكم لا فيديو باش ما تسماطش هكذا. وندير الزيت يسخن في المقله. بعد ما يسخن لي الزيت نحطهم يتقلاو، نقص عليهم النار قليله. ولا حبيتي ديري في الوسط فرماج ديري، زيدي معاهم الفرماج. انا كاين لي زدت معاهم الفرماج هكذا، وراهم يتقلاو على نار خفيفه. نقصي النار بزاف وخليهم يتقلاو في غارتهم. شوفوا النتيجه، جاو يتقرمشوا بزاف، جاو بنات، جاو يشهوا. شوفوا النتيجة قدامكم، جاو الله عليهم ما شاء الله. خليكم تشوفوا بعينكم كيف جات النتيجة. دوك نفتح لكم وحدة تشوفوها في الوسط من داخل كيف جات. جاو ما شاء الله بنان بزاف. سيها الحبيبة، شوفوا قرمشة جات هايلة، جات بنينة. دوك نفتحها في الوسط. شوفوا في الوسط كيف جات خفيفة شهية طيبة. ما تسوش اشتراك في القناة، بارطاجو، خلونا تعليقات لي كومونتير. وفي فرصة أخرى إن شاء الله.